النهاردة هتكلم عن رواية كان نفسي أقراها من زمان، اسمها فتاة نيبال الثرية. الرواية دي بقى بتبدأ إن هي بنت رجل غني وعايشة في سنغافورة عشان بيزنس باباها، وكل ما يقول لها ننزل البلد اللي هي نيبال ترفض عشان عيشتها الغنية مش في البلد. مفيش محلات شانيل في نيبال، هتلبس أجدد صيحة ازاي لبس الموضة. وقد ايه مونيكا دي برضو كانت جميلة وفاتنة، وأي لبس بتلبسه بيتباع على طول، وإنها فاشونيستا. وطبعا عاملة علاقة للبابليسيتي للدعاية مع واحد اسمه رافائيل، وهو صديق الطفولة بتاعتها. ورافائيل ده برضو كان ابن رجل أعمال، وهما الاتنين مع بعض كانوا بيجذبوا الصحافة واهتمام الإعلام بيهم. طبعا في الكتاب بنرجع لطفولة مونيكا، وبنعرف انها ما كانتش كده، كانت مهووسة بالقراءة والكتب، وكانت هاري بوتر بيج فان، هاري بوتر هيد زي ما بيقولوا. وكانت متحمسة لفكرة المدرسة الداخلية بسبب هاري بوتر. آم، فعشان كده لما أهلها ودوها مدرسة داخلية كانت متحمسة برضو بسبب ان هي هتعيش نفس اللحظات بتاعت هاري بوتر. لكن بقى وهي جوه المدرسة الداخلية دي اكتشفت انه الناس بتحب المظاهر، وبدأ من هنا بقى اهتمامها بالماركات واخر ترندات والصيحات، وان هي تبقى ايه محط اهتمام كل الناس اللي حواليها، بسبب ان ما كانش ليها صداقات كتير قوي، بسبب ان هي بتحب القراية يعني. نرجع تاني بقى للحاضر. مونيكا ورافائيل طبعا بيتفقوا ان هما بيعملوا مسرحية انهم مرتبطين علشان يكسبوا ملايين. هو عايز يعمل شركة، وهي تقدر تاخد فلوس تديها لباباها يعمل مشروع المهم. اتفقوا وخططوا، والصحف صورتهم وكل حاجة، لكن لما باباها شاف المجلات والصحف عرف ان بنته بتلعب لعبة. جابها وأدبها وقال لها انا رجل اعمال اهو، وملجأتش يوم في حياتي للغش والاساليب دي عشان هلم فلوس. كل حاجة لها تمن يا بنتي، والحياة مش فلوس بس وشهرة. وان هو ومامتها نفسهم قد ايه ان هي تلاقي حب وتتجوز وتأسس أسرة. طبعا هي غضبت وزعلت وطلعت من البيت. حست يعني ان هم افوروا شوية في تعنيفها. ف لكن دي بقى لحظة من لحظات الرواية المهمة الحاسمة. وهي ما قاعدين بقى باباها جاله سفرة عشان يسوي اموره في سويسرا. سافر وما لحقوش يتصالحوا. ابوها بقى بيختفي ولا حس ولا خبر، ومحدش عارف هو فين خالص. طبعا دي صدمة لكل الناس، واللي زاد الطين بلة ان هم حجزوا على فلوسهم وممتلكاتهم. فبقت مونيكا مفلسة تماما عشان الفلوس كلها كانت في استثمارات ومفيش سيولة. فهي شافت امها حزينة وبتدبل، وكانت فاكرة ان دايما لما هي كانت بتبقى مامتها حزينة كان باباها بيوديهم نيبال البلد. فهي قررت كمان ان هي تسافر تاخد مامتها لنيبال، بس طبعا ما كانش معاهم فلوس، وحاولت تستلف من صحابها بس كلهم شمتوا فيها وقالوا لها اخيرا بقى وقعتي ومبقاش معاكي فلوس. واصحابها القريبين ودايرتها ما كانش في حد فيهم راضي يساعدها جدا خالص، كلهم عايزين يبعدوا عن الموضوع ده. بس رافائيل بقى جه وقال لها تذكرتين هم مسافري. ومونيكا طبعا اثرت من نوبل رافائيل وان ده هو صديقها الوحيد اللي فضل معاها، وحست بشعور كده جديد عليها ان في حد بيساعد وفي دفء كده وكمان عائلتها هي في نيبال لما عرفوا بأزمتهم اول ناس اتصلوا بيهم وتابعوهم وبعتوا لهم برضو فلوس عشان يعرفوا ينزلوا الطيارة. فمونيكا دلوقتي بتعود واحدة واحدة على الحياة في البلد الجديدة دي اللي هي اسمها كاتمندو دي هي عاصمة نيبال. وطبعا اول ما نزلت طبعا البلد شوية بسيطة ومش زي سنغافورة خالص، ولقيت ان خالها ومامتها حاولوا يخرجوها من مود القلق على باباها، وقالوا لها مثلا انزلي تمشي في السوق واعملي شوبينج هنا في الحاجات دي. فطبعا مونيكا في الاول كانت مش راضية عشان الظروف والزعل والحزن اللي هي فيه. وافقت بقى تحت الإصرار، والبنات بقى اللي معاها لموا البنات اللي من الحارة وكلهم راحوا مع بعض وبقوا ياكلوا أكل من شوارع، وكانت مستغربة القرف اللي بياكلوا ده. وكانت حاجة اسمها تشاباتي، واشترت بنطلون القرطق أو القرطق مش عارفة انطقوه ده لبس البلد يعني، قاف ره طه
ثقاف، وخدت بالها ان البلد كلها بتلبسه وقالت تلبسهم زيهم. ولقيت بقى عندها هناك وهي بتمشي في السوق ده، لقيت ان الناس خياطين مهرة وبيعملوا حاجات كتيرة بايديهم وسريعين وعندهم دقة في العمل. ودول بقى لو بره في بلاد زي نيويورك وسنغافورة كانوا خدوا ملايين، مش قاعدين في دكانة ضيقة. طبعا وهي بتشتري الحاجات الفلوس ما كملتش معاها، فلقيت صحابها اللي حواليها بيدفعوا وبيكملوا الفلوس، فهي اتأثرت ان دول صحاب ناس تعرفهمش غير من اسابيع قليلة ومستعدين يدفعوا ليها فلوس عشان تكمل الفسحة، في حين ان صحابها اللي بقالهم طفول عمر في سنغافورة لما وقعت وابتدت فلوس محدش جه وساعدها. المهم يعني تاني يوم صحت تعيط وحاسه بالذنب انها انبسطت في الظروف دي وازاي بقى، وعياط. وبعدين جدتها قالت لها انزلي افطري. ف متزعليش يعني اليوم احنا بشر والمهم يعني التحقيقات شغاله في سنغافوره. فقام بقى خالها قال لها بقى ان موضوع باباها ده انه في حد من صحابه ورا الموضوع ده، فكانت خايفة ان يكون رافائيل مثلا اللي يكون وراه الموضوع اللي حصل لباباها، اختفاء باباها ده. فقالوا لها لا، ده التحقيقات بتقول ان واحدة اسمها ناسيتا. فقالت دي لما كلمتها عشان تسلفني فلوس كانت شمتانة فيا قوي وقالت لي خلاص بقى مجد خلص. خالها اللي هو سومان ده قال لها ما قلتيش ليه من بدري؟ قالت له ما كل اصحابي عيروني، يعني مش هي اول واحده ولا اخر واحده. المهم بقى هي كل ما تشوف اسره كامله تتاثر بقى ويوحشها باباها، وكان بيصبرها ان بنت خالها اللي بتيجي تحكي لها حواديت من المدرسه. المهم قررت تخرج تتمشى في الحديقه اللي في وش البيت، وفجاه وهي بتتمشى بقى في الحديقه في وش البيت دي خبطتها كوره كريكت. فجه شاب قال لها ايه ده، هو انت مونيكا؟ قالت له وانت؟ قال لها انا سيدهارت. بس هروح اكمل لعب دلوقتي، انا شفتك في بيت الخال سومان. طلع يجري يكمل لعب. هي مونيكا بقى ابتسمت واستغربت ان الاول مره شاب ما بيبصلهاش مرتين ولا يطول في الكلام معاه. فسيدهارت يعني كانت مستنية سيدهارت يظهر تاني في بيت العم سومان اللي هو خالها، ولاحظت انه بقى محبوب من العمات كلهم، وان البنات عايزة تلفت انتباهه، طويل ووسيم ودرس في امريكا ادارة اعمال. كل ما يشوفها يقول لها ازيك يا مونيكا ويستعجل، مع انه كان قاعد مع الناس كلها فترات طويلة، فهو بيتجاهلها ليه كده يعني. هي استقت بقى من حركاته دي زي ما يكون الوقت كله للناس التانية الا مونيكا مش فاضلها. بدأت تحاول تهتم بقى بلبسها وتحط شوية ميك اب، وفرحت انه ظهر عشان بسبب انشغلت شوية بيه عن الدنيا. ومرة وهي بتتجول في الحديقة برضو هو طب عليها وقال لها ممكن اتمشى معاكي لو مش مشغولة؟ قالت له انا مش مشغولة خالص، ده انت اللي مشغول على طول يعني. بدأت تعاتبه. قال لها انا برضو لما جيت من امريكا الناس فكرتني مشغول ومحدش كان بيكلمني كتير. قالت لها انا كمان قالت له انا كمان يعني درست في نيويورك. قال لها عارف، والبلد كلها هنا تعرف عنك حاجات كتير، انتي مش حاجة عادية ان في الاخبار تظهر واحدة نيبالية على طول، لان هي زي ما قلنا ان هي كانت زمان كانت في سنغافورة مشهورة على طول في الصحف. فقال لها انا برضو سيدهارت تابعتك برضو عشان انتي واحدة نيبالية مننا. طبعا هي بقى زقطت من جوه وقالت له ايه ده انت بقى درست فين؟ قال لها في هارفرد. قالت له على كده انت بقى عبقري. قال لها ولا عبقري ولا حاجة، لو عبقري كنت عرفت اعمل المشروع بتاعي هنا باللي اتعلمته. عايز اعمل حاجة تخص البيئة في نيبال واغير في شوية مفاهيم. فمونيكا بتقول له انت هارفرد يعني لو اشتغلت في اي حتة هتنجح وتجيب فلوس، ايه اللي جايبك هنا؟ سيد استغرب قوي وقال لها مش كل حاجة فلوس، انك تشوف الناس بتفرح بمساعدتك ليهم، انك تساهم في حاجة مفيدة اهم واكتر سعادة. طبعا موكا او مونيكا يعني بصت في عينه عشان تشوف الراجل ده يعني بيقول كلام حقيقي من قلبه ولا شعراته خلاص. فهي ما لقيتش غير عينين بريئة نقية. طبعا هي سافرت خلاص البت مونيكا وقعت فيها حب سيدهارت. فجه بقى طفل صغير هم قاعدين بقى بيتكلموا، قال له الطفل الصغير ده قال لسيدهارت مش انت قلت لو ساعدنا الجدة ان احنا نقص العشب هتيجي تلعب معانا كريكت وكده كده؟ قال له قال له احنا خلاص خلصنا يلا تعالى.
فمونيكا تأثرت انه حتى بيخلي ناس بسيطة ان هو يعني يشجع طفل ان هو يساعد جدا ان هو يلعب معاه. تأثرت بقد ايه هو حد كويس. فقام سيد بقى قبل ما يمشي قال لها انا عارف انك في وقت صعب، واي وقت تحتاجي حد جنبك تكلميه قوليلي، احنا هنا كلنا عشانك. طبعا هي تأثرت وقلبها يعني وقعت من طولها، مع ان كل الناس في كاتماندو كانت واقفه معاها وتساعدها، بس طبعا الجمله من سيدهارت حاجه تانية. فضلت حاسه بقى بمشاعر واحاسيس بس ايه طول الوقت لحد ما وصلت للبيت. طبعا تالت يوم بقى او بعد فتره يعني ظهر شاب جديد اسمه افيناش. اتعرفت عليه لما راحت تحضر فرح في كاتماندو هي ومامتها، لقيته ان هو صديق باباها الانتيم، وكان طيب قوي معاها وحبوب لانها زي بنته. وافيناش طلع دارس بره برضو إدارة أعمال زي سيدهارت. بس واحنا بقى بنتكلم مع أفيناش سيدهارت بعت لها رسالة لا تحبي أفسحك في نيبال في مهرجان رز. طبعا دقت قلبها قالت قبل هي ما ترد بالموافقة، وراحوا وتفسحوا واندهشت بكم المجهود المبذول عشان يزرعوا رز. قال لها دي بقى باظ بسبب التكنولوجيا، زراعة الرز دي مزارعين هنا وهي ولا فارق معاها، المهم ان هي قاعده معاه وعمال يقول بقى كلام كتير بيها وهي مركزه معاه. فبتحاول تبين انها صديقه لانها لسه مش متاكده من جديه مشاعرها. الفلوس رجعت لمونيكا والشرطه شالت الحظر على الفلوس، وجدها قال لها لازم ترجعي عشان تشوفي شغل ابوكي وتكمليه. بس طبعا هي رفضت وشافت اللي في البلد هنا كانوا احسن معاها وكانوا افضل من صحابها القدام وحدانيتها ومسؤوليتها. يعني مامتها برضو قالت لها حاجات كويسة، انا بس مش عايزة افوت حاجة. طبعا فتحت بقى ضغط يعني جدها ومامتها وكده. مونيكا سافرت سنغافورة تشوف البيزنس، بس طبعا هي ما تعرفش اي حاجة خالص عن الادارة ولا الارقام، واحتاست جامد جدا وكانت هتسيب الموضوع. بس مامتها قالت لاصحابها اللي في النيبال سيدهارت وإيفيناش وإيتا وديتا وكلهم دول اللي درسوا بره ادارة اعمال ان هم يروحوا يساعدوها. ففرحت قوي قوي ان اصحابها جنبها، وكانت بتخطف نظرة كده والتانية تبص بيها على سيدهارت. ولما انقذوا الدنيا عملوا حفلة عشان المجهود ده، لبست فستان شيك وميك اب واكسسوارات وسيدهارت بقى كانت عينه عليها من جمالها في طول الحفلة. في الحفلة بقى سيدهارت هو كان شايف مونيكا قاعدة لوحدها وحس من جواه انه مش وقته، يعني هي بتمر بظرف صعب، وكمان الشركة واختفاء باباها. بس هو اكتر واحد كان بيقول لها ما تخافيش وخليكي شجاعة، وهو دلوقتي جبان مش قادر يقول لها انه بيحبها. راح قال لها فراح لها بقى وقال لها ترقصي معايا. مونيكا دقت قلبها بتدق جامد قوي ورقصوا مع بعض بوم 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 وهوبا كس 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 حصلت بوسه كده، والاتنين اتاكدوا ان هما الاتنين عندهم نفس المشاعر لبعض. القعده الحلوه خلصت وكان لازم يسافروا اصحابها الاربعه. كانت بتتقطع ان سيدهارت هيمشي بعد ما اعترفوا لبعض بمشاعرهم. قالت له ما تمشيش، قال لها هنلاقي حل. ما رضتش تقول له تاني بقى عشان هي عارفه احلامه اللي سابها في امريكا وراجع نيبال عشان يحققها، ما ينفعش تبقى انانيه دلوقتي. راحت تودعهم في المطار وكله كان حزين، بس مش اكتر من سيدهارت ومونيكا. وهما في المطار تليفونها رن وجات لها مكالمه. مرحبا، قال صوت جهور على الخط. لا تظنين ان الامر انتهى هكذا يا مونيكا، ما زال الهلاك يلاحقك. تسارعت دقة قلبها، لقد سمعت هذا الصوت من قبل. صرخت قائلة من أنت؟ من أنت؟ هرع إليها صمويل ده بقى هو الراجل زي الخادم بتاعها، يعني الخادم الوفي المخلص الذي كان يحرس بوابة الصالة مع 2 آخرين من الحراس. قال الصوت الجهور على التليفون: حان وقت الانتقام يا مونيكا، لقد قتلت والدك، لكنني لا أظن هذا كافيا. طبعا المكالمة دي كانت صادمة جدا جدا لمونيكا، لأن كان عندها أمل إن باباها يرجع، لكن حد قال لها إنه خلاص قتل باباها وإن الهلاك وراها وإنه مش هيسيبها. مونيكا انهارت، كانت على أمل إن أبوها يرجع، اترعبت واتخضت ما تعمل ايه. طبعا الدنيا اتغيرت لمونيكا وسافرت بقى مع اصحابها لنيبال عشان تشوف، يعني خافت على نفسها هناك.
وبعدين بقى جه البوليس يحقق في الموضوع، وصامويل بقى خادمها المخلص قرر يشارك في التحقيقات. وبعدين بقى شوية كده رجعت بعد ما هدت نفسيا، رجعت تاني لسنغافورة عشان الشركة، وحاولت تلحق أي حاجة وهي طبعا خايفة ومرعوبة. وبعدين بقى صامويل قال لها طب وحلمك انك تلحقي اسبوع الموضة في نيويورك؟ طبعا مونيكا كانت دايما بتحب الموضة وبتحب الأزياء، بس بسبب الشركة واختفاء باباها ركنت كل الحلم ده. فصامويل قال لها طب وأحلامك؟ ودي قالت له بقى مش وقته، وأنا أصلا لما جيت أقدم رفضت، قال لهم لا كلمهم تاني واشتركي، وحاولت معاهم بس وقت التقديم فات. فقال لها طب اعملي انتي اسبوع بقى الموضة بتاعك انتي الخاص، واعرضي تصاميمك. طبعا عجبتها الفكره جدا، وراحت تكلم الخياطين والناس اللي بتتعامل معاهم، بس هم رفضوا وقالوا انهم خلاص مع ناس تانية. فهمت ان هم عملوا عليها رباطيه يعني عشان ما تشتركش وتاخد منهم الاضواء، لان الاحداث دي كلها في صالحها ودعايه ليها، ان هي لو عملت الاسبوع الموضه الخاص بيها وكده الناس التانية مش هتبص للتصاميم، تبقى هي واخده كل حاجه. فهي بقى راحت كلمت صحابها اللي في نيبال وقالت لهم فاكرين الخياطه اللي رحنا له في البلد؟ جمعوا لي منهم 51 واحد، وهبعت لكم طياره وتجيبوهم وناس تشتغل كده. طبعا الناس دول جم واشتغلوا وخلصوا الشغل بسرعه، والناس طبعا كانت مستغربه ان هي جابت الفلاحين دول يعني وهتعمل بيهم ايه. المهم يعني الصحافه والجرايد برضو اهتمت اكتر بالاسبوع الموضه بتاع مونيكا. فصامويل بقى كان عنده بقى فكرة عن مين السبب الحادث اللي حصل لباباها وكده، فاتصل بيها وقال لها خلي بالك اللي عمل في باباكي كده بيحوم حوالين اللي بتحبيهم انتي. طبعا هي اتخضت وقلقت وقالت لاصحابها اللي جايين من نيبال ان هم يفضلوا في الاوض ما يخرجوش، علشان هو ايه الراجل الشخص يعني اللي عمل كده في باباها بيجري ورا الناس اللي هي بتحبه. طبعا العرض بدأ والناس جات، وفجأة لقت سيدهارتي بيتمشى، اتخضت جامد وقالت ايه اللي جابه هنا ده، ومفروض كلهم يبقوا في اوضهم دلوقتي. وبدأ يتحرك ناحيتها وركع على رجله وطلب منها تتجوزه، وهي مش مستوعبة فرحتها، وهي بقى مش مستوعبة والدنيا والاحتفال. سمعت صوت طلقة، راحت ناحية سيدهارت ولقيته وقع في الأرض، صرخت لا لا سيدهارت لا، وراح اغمى عليها. طبعا جوزها اغمى علينا دلوقتي في سيدهارت مات ولا ايه؟ المهم اغمى عليها بتاع اسبوع من الخضة والصدمة، ولما فتحت عينها لقيت سيدهارت عايش. كانت الشرطة ادته يعني قميص واقي عشان الاجراءات، وقبضوا على المعجب المهووس. الشخص ده بقى كان بيحب مونيكا قوي، وكان عايز ما تحبش اي حد غيره، فاي حد هي بتحبه بيغير منه بيتخلص منه، فاكر كده ان هيبقى ليه فرصة. طبعا دي حاجة تقطع القلب، والرواية بتخلص ان مونيكا وسيدهارت بيستعدوا للزواج والدنيا بقت تحفة. يعني انا كنت متحمسة قوي للرواية بس ما اتبسطتش بيها خالص، الاحداث كانت عادية جدا وما فيش يعني اي فاليو غير ان الفلوس مش كل حاجة بس وفي كروات يعني كنت مستنيه تفاصيل اكتر ووصف احسن يعني الموضوع ده، وحسيت ان الموضوع تافه شويه. بس اكتر حاجه استفدتها ان انا عرفت عن نيبال وعن كاتماندو، وقعدت اشوف فلوجز على البلد دي، وبجد يعني ثقافه مختلفه. انجوي الروايه، وهي فعلا بسيطه وجميله.